مرض سيفر هو التهاب مؤلم في صفيحة النمو في الكعب. صفيحة النمو هي مناطق في نهاية عظام الأطفال تخضع للتغيرات حتى يمكن أن يحدث نمو العظام. خلال هذا الوقت، قد لا تنمو العضلات والأوتار بنفس سرعة نمو العظام، مما يسبب ضيقاً وضغطاً في الجزء الخلفي من الكعب. مع العلاج المناسب، يختفي مرض السيفر عادة في غضون شهرين، دون أي آثار طويلة المدى على الطفل. مرض سيفر، المعروف أيضاً باسم التهاب العظم الكعبي، هو حالة تسبب تورماً وألماً في الجزء الخلفي من الكعب، وتؤثر على المراهقين في مرحلة النمو. يحدث الالتهاب عند النقطة التي يرتبط فيها وتر أخيل بعظم الكعب، العظم الكبير الذي يشكل كعب القدم. مرض سيفر هو سبب شائع لألم الكعب عند الأطفال النشيطين جسدياً في الجزء المبكر من البلوغ، وعادة ما يكون ذلك بين سن 9 و14 عاماً. قد تتضمن أعراض مرض سيفرز ما يلي: ألم في أحد الكعبين أو كليهما، وعادة ما يكون في الخلف صعوبة في المشي، أو المشي بعرج، أو المشي على أطراف الأصابع. قد يبدو الكعب أحمر اللون ومتورماً ودافئاً. ألم عند الضغط على الكعب على كلا الجانبين، عادة ما يرى لدى الأطفال النشطين جسدياً الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و14 عاماً. تتحسن الأعراض مع الراحة وتزداد سوءاً مع النشاط. قد يحدث مرض سيفرز نتيجة لما يلي: الإجهاد المتكرر الناتج عن الرياضات التي تتضمن الجري والقفز، الوقوف لفترات طويلة من الوقت، مما يسبب ضغطاً مستمراً على الكعب، الأحذية غير الملائمة والغير مناسبة. تتضمن عوامل الخطر للإصابة بمرض سيفرز ما يلي: الأطفال النشطون جسدياً في بداية سن البلوغ والذين يشاركون في أنشطة الجري والقفز هم أكثر عرضة للإصابة بمرض سيفرز. متلازمة الساق القصيرة، وهي حالة تكون فيها إحدى الساقين أقصر من الأخرى، يمكن أن تسبب شد وتر أخيل، مما يؤدي إلى مرض سيفرز. إن زيادة الوزن تخلق ضغطاً أكبر على صفيحة النمو. يمكن أن تتسبب الأقواس المسطحة أو الأقواس المرتفعة أو القدم المنحرفة، حيث تتدحرج القدم إلى الداخل في شد وتر أخيل، وبالتالي زيادة الضغط على الكعب. سيقوم طبيبك بتشخيص مرض سيفرز بناء على التاريخ الطبي والفحص البدني. يقوم طبيبك بإجراء فحص بدني للكعب لتقييم التورم والاحمرار والعي. قد يقوم طبيبك بإجراء اختبار الضغط لتقييم ما إذا كان الألم يحدث عند الضغط على الجزء الخلفي من الكعب من كلا الجانبين. على الرغم من أنه لا يمكن رؤية مرض سيفرز بالأشعة السينية، فقد يطلب طبيبك استبعاد مشاكل أخرى مثل الكسر. الهدف من العلاج هو تخفيف الألم. تشمل خيارات العلاج: الراحة، الثلج، الضغط، التمارين، الأدوية، الأجهزة التقويمية. الراحة: يجب التوقف عن أي أنشطة تسبب ألم الكعب حتى يختفي الألم. تساعد الراحة الكافية في تخفيف الضغط على عظم الكعب وتقليل التورم والألم. الثلج أو الكمادات الباردة: يجب وضع الثلج ملفوفاً بمنشفة على الكعب المصاب لمدة 20 دقيقة 3 مرات في اليوم لتقليل التورم. الضغط: يمكن استخدام الضمادات المرنة أو الجوارب الضاغطة للمساعدة في تقليل التورم والألم. كما يساعد رفع الكعب فوق مستوى القلب في علاج التورم. التمارين: يتم إجراء تمارين شد الساق وتمديد وتر الكعب، وتمديد أوتار الركبة لتمديد وتقوية عضلات الساق والأوتار في الجزء الخلفي من الساق. يجب القيام بذلك 2 إلى 3 مرات في اليوم، مع الحفاظ على كل تمرين لمدة 20 ثانية. يتم أيضاً إجراء تمارين تقوية باستخدام حبل مطاطي أو أنبوب مطاطي 2 إلى 3 مرات في اليوم لتقوية العضلات في مقدمة الساق. يجب أن يجلس الطفل على الأرض مع إبقاء الساق المصابة مستقيمة. يتم ربط أحد طرفي الحبل المطاطي حول ساق الطاولة والطرف الآخر حول أصابع قدم الطفل، ثم يتحرك الطفل للخلف بما يكفي لتمديد الحبل. يتم ثني القدم ببطء تجاه جسم الطفل، ثم يتم توجيه القدم نحو الطاولة في الاتجاه المعاكس. الأدوية: يمكن تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية المتاحة دون وصفة طبية لتقليل الألم والتورم. لا تعطي الأطفال الأسبرين أبداً بسبب خطر الإصابة بمرض خطير يسمى متلازمة رايس. الأجهزة التقويمية: يوصى باستخدام الأجهزة التقويمية مثل وسائد الكعب أو رافعات الكعب أو أكواب الكعب للأطفال الذين يعانون من أقدام منحرفة أو أقواس مسطحة أو عالية. توفر هذه الأجهزة وسادة للكعب وتقلل من الضغط على وتر أخيل. في الحالات الشديدة، يمكن وضع جبيرة قصيرة للساق لمدة 4 إلى 6 أسابيع لتثبيت القدم حتى تتمكن من الانحناء.
يمكن الوقاية من مرض السيفر باتباع التوصيات التالية: ارتداء أحذية جيدة الجودة ومناسبة للقدم مع نعل يمتص الصدمات لتقليل الضغط على الكعب. تجنب الأحذية الثقيلة أو ذات الكعب العالي. تجنب الجري المفرط على الأسطح الصلبة. يجب الاستمرار في ممارسة تمارين التمدد ووضع الثلج بعد ممارسة الأنشطة الرياضية لمنع تكرار مرض سيفر. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم إشعارات بكل جديد. شكراً لكم على المشاهدة ونتمنى لكم صحة جيدة وحركة أفضل. كان معكم دكتور أحمد رؤوف الشلوفي، استشاري جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري.